يا رب. وهننتقل لفاصل. فاصل ونرجع لكم على طول ان شاء الله. انا وانت والله بيتعب سامي والله. طب المهم قبل ما نقدم نجمنا او ضيفنا الاخير اللي معانا النهارده في اسهر معانا، عايزين نقول بس نيفين. وجينا لاخر فقره في برنامجنا النهارده، ويوم الاحد اول ايام العيد او اول ايام عيد الاضحى. اخر فقره معانا هو مطرب وموزع وملحن وشاعر ومخرج ومهندس وممثل وكل حاجه، ومذيع عشان ينقطنا زياده. معانا المطرب الفنان سامي منصور. ميرسي يا مراد. سامي عامل ايه؟ الله يخليك. اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا. طيب سامي، كنا عايزين نبتدي معاك اول فقره قبل الكلام وقبل كل حاجه. انت وعدتنا باغنيه انت عاملها للاطفال في العيد. مظبوط. عايزين نبتدي بالاغنيه دي ونلعب مع يعني الاطفال يجوا يرقصوا معانا وكده، وبعدين نديهم الهدايا ويقعدوا يلعبوا هم بقى ونعيش احنا حياتنا. مفيش مشاكل. في الاغنيه اسمها ايه؟ عيد سعيد. عيد سعيد. كلمات مصطفى جمعه وتوزيعي واغنيه دمها خفيف يعني. الدوشه غصب يعني. عننا. يعني يا ريت المشرفات بس لو ممكن تتدخلوا تهدوا الاطفال شويه لحد ما ناخدهم منكم يعني. يا رب يا رب. اتفضل.
دلوقتي عايز كل الاطفال يقفوا صف واحد. يلا الاطفال كلها تعالوا صف واحد. البنات قدام والولاد ورا. البنات قدام. يلا كل الاطفال يجوا لي هنا عشان تاخدوا الهدايا. يلا عشان هنوزع الهدايا. البنات قدام. بس فيها الولاد ورا. الولاد ورا. البنات قدام والولاد ورا. يلا تعالوا. عايز اني واحده. اقفوا صف واحد. اقفوا صف واحد. هات. الولاد ورا في الصف. بس في صف واحد. لا مراد صف واحد. يلا صف واحد. صف واحد. يلا صف واحد. الولاد ورا. الولاد ورا. الولاد الحقوني. الولاد ورا. الولاد ورا. الولاد ورا. ده مش صف واحد، ده صفين. تعالوا ورا كده. فين الهدايا؟ الهدايا فين؟ يلا تعالى هنا. لا 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 استنى. اوكي. لا بس دي انا حاجزها. الهدايا. الاول استنى. الاول كل بنوته تاخد كيس وبعدين تختار هديه. اختاري هديه غير دول. اختاري هديه غير دول. يلا اختاري هديه. اي هديه عايزاها. يلا تاني. في الدور كله هياخد. كله هياخد. طيب يلا اوكي. انت كده خدتي. انا ساعدني يا سامي. حرام عليك يا سامي. انا مستني الهديه بتاعتي. طيب خد يلا تاخد دي طياره. ما حدش عايز طياره. بصي في دي العربيه الكبيره دي حلوه. ايه رايك؟ يا اخوانا انجي ما خدتش يلا اطلع. اتفضلي يا انجي. اديك العربيه دي هي. لا اديها البتول من فضلك. يلا كل اللي خد هديه يرجع كل سنه وهي طيبه. ثانك يو بتول عاوز ايه؟ بقول لك حاجه. عايز ايه؟ اللي بتعمل كده. اللي بتعمل إيه؟ كده. انا فهمت. اللي فيها دريكسيون. تعالى موجوده ولا حد مش خدها؟ تقدري تاخديها من حد. خلاص اهي واحده تانية زيها اهي. خدي. لا والله لا انا اللي عايزة إيه يا لابساها. لا انا اللي جبتها. انا نعفين. خد يا ماما. ده عايز ده. ده خد. يا قلبي. خد اهي. تاخد ده كمان. اهي. مسدس. طب بطاريه مش جواها؟ بيعمل كده زي ما هو بيعمل كده. هو اللي معاه بطاريه. هو اللي معاه بطاريه دي ما فيهاش بطاريه. خد يا حبيبي. في بطاريه. طب عايز العربيه دي. هجيب لك طيب. عينيا سامي، هجيب نرجع لك تاني. بطاريه. يا حبيبي. انت عارف ان دي بطاريات. كل سنه وانتم طيبين اولا. وانت بالصحه انتوا والسلامه. معلش خدتوني فجاه. لا معلش. قلت كانت البدايه هابي خروف ومش عارف سامع كده. بعد الهوا هبعت لك. وبعدين غنيت ما لحقتش اقول كل سنه وانتم طيبين لمشاهدينا. معايا ايه؟ معايا خير. على بص، يا تيجي جنبي يا تروح تقعد معاه. تعالى يا حبيبي انا تيجي جنبي انا. علبه. حاضر. روح بقى معاهم مع اصحابك هناك. خد يا بابا. خد اللي انت عايزه. حاضر. خد الوش. خد. عايز الوش. طب خد واحد. بس المهم تروح تقعد هناك. خد الوش. مش عايز الوش. خلاص هو خد ده شوف اوكي. بقى مين سابق. تعالى خده. قعدت تعيط على البلياردو. يلا يا حبيبي. اي ارجع ولا اعمل ايه يا هو خالد؟ عينه زغللت على حاجه. طيب عينه زغللت على حاجه. خد. هناك هتقول لك هقول لك طنط بعدين. هتقول لك. هقول لك يلا طنط هتقول لك. يلا حبايبي. مش عارف اهو. اهو بيتفتح اهو. كده. يلا كل الحاجات دي هنعملها بعد فرصه الهوا. يلا فرصه نرجع للطفوله. ما اقدرش اصلا. يلا انا عيل قوي. كلنا. يلا انا عشان هم ايوه مخيل. خليكي أيوة. معايا. خليكي بقول لك ايه. خليكي معايا. نبيل انت الام الحنون. تعال. كل سنه وانت طيب. طيب. ومشاهدينا كلهم وقناه النيل الجميله والاستاذه سلمى يلا. والناس الحلوه كلها واللي ورا الكاميرا والاستاذ هجيب خالد لهم شبانه الحاجات. مخرجنا الجميل ومذيعاتنا. طبعا احنا ما تقلقيش. الحمد لله ان أيوة مراد فقرة بيه. الاطفال جت على الاغنيه بتاعتك. الحمد لله. يعني الحمد انت لله. بتعمل لهم اغنيه الحمد وهم لله. نزلوا معاك. الحمد لله. فتعال نبتدي نتكلم شويه وبنقول انت بتعمل حاجات كتير قوي يا سامي. ابدا والله يعني مش انت حاجه. بتلحن لا والله يعني. وبتغني وبتوزع وعندك استوديو صوت ومذيع. عندك برنامج في التلفزيون التركي سمعته. طب ده كل الحاجات دي ما تخليكش تفقد تركيزك في شيء معين؟
لا خالص، هي الفكره مش كده خالص. هو طبعا الاساس التلحين والتوزيع، دي نمره واحد طبعا. الغنى انا اصلا بغني فرانكو اراب، وبغني انجليش وفرنساوي وطلياني وحاجات كده قديمه يعني من زمان. فهي يعني لما تيجي تبص لها او تحسبها تلاقيها ان هم كلهم يعني متداخلين في بعض بالظبط. زي الممثل اللي بيعمل فوازير، زي مثلا نيلي لما بتعمل، فنانه جميله نيلي لما بتعمل فوازير بتغني وبترقص وبيبقى في مصمم رقصات معاها فبتعمل اكتر من حاجه يعني. فهي الفكره انه اذا كنت انت حابب المساله قوي فانت يعني بتشتغل بس فيها. هي النقطه يا سامي ان ما بتسمحلكش انك تركز في نقطه معينه، في حاجه معينه. يعني مثلا ان انت تركز في التلحين والتوزيع فتتعرف. يعني انا ملاحظ ان شغلك للاتراك اكتر من شغلك للمصريين، لو انا مش غلطان. لا انت مش غلطان طبعا. طب هل ده صح؟ لا، هي مسألة مش موضوع صح، هو موضوع انه الاتراك دي كانت لها ظروف. انما انا حاليا بعمل شغل في مصر يعني دلوقتي بعمل شغل وبعمل حاجات. الاتراك على فكره عشان تبقى انت في الصوره، انت طبعا عارف يا مراد ان هم مزيكتهم زي مزيكتنا قريبين من بعض. احنا نفس المقامات. هم بياخدوا منا الحان واحنا بناخد واحنا بناخد، ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. وبعدين على فكره انا عايز اقول للجماعه اللي يعني مشاهدينا الجمال ان انا قاعد وسط يعني اذا صح القول وسط مافيا غنائيه. مراد مطرب جميل جدا، مذيعتنا الجميله، ما انا عارف طبعا برضه صوتها حلو قوي. عندنا اساتذه فنانين، عبد الله والاستاذه انجي يعني. ومش عايز اقول كمان المخرج، سمعت صوته لقيت صوته جميل يعني. في ايه احنا يعني كلنا هنا الموضوع يا ويل اللي ينزل تحت ايدينا. الموضوع يعني هيبقى على 28. طب وايهما اقرب من كل اللي انت بتعملهم ده؟ يعني هقول لك على حاجه. اصل ما تقوليش حسد يعني. لا، انا بمثل كمان وعملت مسلسلات في التلفزيون وعملت موسيقى تصويريه للمسلسلات. اخرها مسلسل رجل على الحافه مع المخرج الجميل الاستاذ عادل صادق، ومثلت معاه برضو. وعملت يعني عايز اقول لك، وانا خريج كليه تجاره، موضوع ملوش لا، لو متجوز ما كنتش هعرف اعمل الحاجات دي. بيتهيألي ما ده اللي انا بقوله لك، هتلاقي وقت لنفسك بقى. احتمال يغني هو أنا على ليلى بس. لا، هو انا تخيلت نفسي في اغنيه عملت اغنيه اسمها جنان في جنان بمناسبه الجواز يعني. اغنيه جنان في جنان دي اغنيه جنان في جنان دي يعني بتتكلم عن الحياه الزوجيه، عن الحياه الزوجيه والمعاناه بقى اللي انت عارف. انت متجوز يا مراد مش كده؟ فاكيد طبعا انت حاسس انا خاطب مش متجوز. انت خاطب لسه على البر. انا انصحك انك تتفرج على الاغنيه ديت عشان تشوف مستقبلك هيوصل لفين يعني. هي دي نقطه مهمه جدا. وهنغسل مواعين ان شاء الله. ما هي فيها يعني انا يعني بس طبعا الستات بتوعنا جمال جدا. هنصير البلاط في البيت ونرجع نطلع على الهوا على طول كده عشان احنا ناس مودرن. بس سامي، ايه اللي خلاك تفكر في التفكير ده؟ يعني الزوجه والزوج وعلاقتهم ببعض وبتاع يعني. لا هو انت متجوز يا سامي؟ لا مش متجوز. لا مش متجوز. ما انت بتقول انا يعني لسه مش متجوز بس. طب كنت متجوز؟ لا يعني هو كنت متجوز. لا، الفكره هو بصرف النظر عن انا كنت او ما كنتش، انا بنقل صوره واقعيه لواحد متجوز او مش متجوز يعني. طبعا هي في الاخر الاغنيه طبعا فاني يعني طبعا في رجاله كويسين وفي ستات كويسين، واحنا طبعا من غير الستات ولا حاجه طبعا يعني. دي حقيقه لازم يعني نقدر حق يعني قدر المراه يعني. انما الاغنيه انا بتكلم فيها بقول انه يعني الموظف اللي بيرجع من الشغل عايز يشتغل، فمراته بتقول له قشر البطاطس معايا، انزل هات خضار معايا، انزل مش عارف ايه. فموضوع يعني احنا اتكلمنا عليها كتير قوي. ما تيجي نشوفها بدل ما نسيبها للاخر؟ يا ريت والله. تعال نشوفها دلوقتي يا ريت نشوفها مع بعض حتى عشان الواحد يطمن على مستقبله. الواد قلقان بصراحه يعني انها تطلع. انا اغنيه ريكو ساعات بتيجي على الجرح. طهقان زهقان. طهقان زهقان من التاني. دي برضه مدينه تيجي طهقان وزهقان برضه. لا انا بهزر طبعا. يلا نتفرج على الاغنيه مع بعض ونرجع تاني نتفرج. لو ازاي بالعقل. جنان 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 جنان. عليك ظلمت الستات. لا والله ظلمت الستات. مين اللي مظلوم هنا؟ عايز تقول لي هي دي اخرتي؟ لا، مين اللي مظلوم؟ انت عايز تقول لي هي دي اخرتي؟ طب مين اللي مظلوم؟ انتوا شايفين مين اللي مظلوم؟ هي زعلانه. مين اللي مظلوم؟ نداء لخطيبه مراد. ايه نداء؟ ربنا يستر.
لا هو بدايه الاغنيه بتقول نداء بعدين بقى. عد الى اصحابك بعدين بقى. العزاب. بص، عد الى اصحابك العزاب العاقلين نحن في انتظارك. هو المشكله السوداء ان اصحابي كلهم ما بقوش عزاب. خلاص كله جوه اللي هيبقوا خطب عزاب واللي قريب، اتجوز. مفيش ايوه ايوه. ده حاجه خانقه. لا بس هقول لك على حاجه، بس انت بقى ايه بصراحه واخد موقف كده من الستات مش لا عاجبني والله خالص ابدا. يا استاذ سامي. لا والله بالعكس، ده انا في احلى من الستات. طيب امال احنا مطلعين خلفنا الستات مش كده. واحنا عندنا غير نيفين. واحنا عندنا خليه قولي. يمسكها فوزيه. ايوه طيب برضو الى جانب الموسيقى الاغاني، ايوه. جزء كبير كان من شغلك موسيقى تصويريه. طبعا. قول لنا برضو على اهم الاعمال اللي عملتها واكتر الحاجات اللي انت بتفتخر بيها من اعمالك هو التصويريه. يعني احلى الحاجه اللي بفتخر بيها طبعا بتبقى اخر حاجه. يعني انا اخر حاجه عملت مسلسل زي ما قلت لحضرتك من شويه اسمه رجل على الحافه. ده اخراج الاستاذ عادل صادق. انا عايزك تقعد جنبي بس. اخراج اقعد هنا. اخراج الاستاذ عادل صادق و ده المطرب الجديد بقى. ايوه اخراج الاستاذ ده عادل حصيله صادق. جنان في جنان يعني، عشان أيوة تبقوا طبعا. عارفين يعني النهايه كده. لو سمحتي فكريني ما نجيبش عيال لو سمحتي. وكان بطولة يوسف شعبان والأستاذة سميحة أيوب ونرمين الفقي وطارق لطفي. كان مجموعة يعني حضرتك اللي كوكبة. عملت الموسيقى التصويريه. الموسيقى تصويرية ومثلت فيه، كنت قايم بدور صحفي يعني. تمام. عملت مسلسل تاني اسمه أنا اللي جبته لنفسي، إخراج محمد عثمان، بطولة أحمد بدير ومعالي زايد. تمام. وده كان مسلسل إذاعي في البرنامج العام. تمام. فالموسيقى التصويرية طبعا أنا بوزع يعني على طول، وعملت أعمال درامية يمكن في تركيا وفي أكتر من مكان يعني. طبعا أنت عارف الموسيقى هي دراما، والدراما صح صح. لا والموسيقى اكتر حاجه بتعمق الشعور بالدراما. تمام. عامه يعني. وخدمتني انا لما جيت امثل تقطيعات الموسيقى. انت عارف الممثل بيقف قدام كاميرات وثلاث كاميرات والمخرج بيقطع وكده، فبابا قاعد بتفيدني يعني حته الوقفه قدام الكاميرا والالقاء والحاجات دي كلها مع تقطيع الموسيقى. لما باجي اركب مشاهد لممثلين زملاء، بابا قاعد مع المخرج في الاستوديو وقاعد بتفرج، فانا بستفيد بشوف التقطيع. ولما باجي احط المزيكا على تقطيع الكلام بالظبط زي المذيع لما بيجي يتكلم برضه بيقطع الكلام ازاي، المزيكا التصويريه اللي بتبقى تحت منه. فعمليه كلها يعني ما متصله. وصلناش لسه الموسيقى التصويريه تحت المذيع بس يعني. لا لا احنا بساعتك بنتكلم في موضوع منتهي تماما كل حاجه يعني. بتحصل من فوق. بص طب انت بتخرج، انت اللي اخرجت الفيديو كليب ده؟ دي هوايه. انا واخد الاخراج هوايه، ودرست دراسه، خدت دوره تدريبيه في تركيا في محطه من المحطات. فعلا. يعني دي هوايه انا بحبها يعني. انت الحقيقه ده كله هوايات يعني، انا شايفه فيه حاجات كله هوايات. وانا اساسا زي ما قلت لحضرتك في الاول خريج كليه تجاره، ملهاش علاقه بالموضوع هم نهائي. بتوع تجاره كده بيبقوا زي الفل دايما. حضرتك تجاريه. انت ايه انشنتيه؟ انشنتيه بس كومبوزيه تجاره برضه. تجاره. طب حساس هنتاجر على بعض يعني جامعه القاهره سعادتك. برضه جامعه انا كنت جامعه القاهره فرع خرطوم بالمناسبه، عشان عبد الله حبيبنا من السودان. انا يعني شغلت مع الجماعه السودانيين، قعدت 3 سنين في السودان وكونت فرقه من السودانيين، وكان لي اصدقاء كتير زي الفنان صلاح عثمان والفنان المطرب سيد خليفه الله يرحمه، ويعني مجموعه مطربين. اشتغلت مع عبد الله هنا في مصر ولا؟ عبد الله ده انا ليا الشرف ان انا اعمل معاه شغل يعني. ان شاء الله يعني. ان شاء الله تشتغلوا مع بعض ان شاء الله. بس اشتغلت مع زملاء له يعني زي الاستاذ مصطفى جمعه، صلاح عثمان، يعني ناس كتير جدا. جعفر صديقك، صلاح ابن الباديه جه سجل عندي، مطرب سوداني، مطرب سيد خليفه بتاع اغنيه زيكم كيف انكم يعني. زيكم كيف انكم بقى لي زمان ما شفتكم موتوا. طيب انتقلت من السودان سعادتك. انا اساسا من الشرقيه. انتقلت من السودان الى تركيا، الى مصر الاول، وبعدين من مصر الى تركيا، ومن تركيا الى الهند، ومن الهند الى تايلاند وماليزيا. ليه تركيا بقى؟ ليه النقله لتركيا دي؟ هي تركيا دي جت قصتها ان انا كنت في استديو عمار الشريعي، وكان في مطرب تركي اسمه مسلم جرسس، تعرفت عليه وطلب مني ان انا اوزع له اغنيه، وبعدين دعاني لتركيا. فلما رحت هناك اتعرفت باكتر من مطرب، وانا بالاضافه لان انا بحب تركيا يعني وبحب بسمع مزيكتهم دايما. فقابلتني مطربه كبيره هناك اسمها مينا، طلبت مني ان انا اعمل لها اغاني. هم المطربات كلهم زي القمر هناك يعني ده موضوع منتهي طبعا. شكلك وحش. المطربات لا 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 دي زي القمر. لا 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 لا، ما دي تجاريه ما ينفعش اعديها، ما ينفعش يا عم رفع مناخيرها علينا عديها.
فعملت سنه 97 اغاني المطربه ديت، وخدت جايزه احسن ملحن، وانا مصري، انا مصري الوحيد في تركيا خدت الله جايزه الله احسن الله. ملحن وموزع موسيقي في تركيا. أوكي. وطبعا عملوا معايا لقاءات في تلفزيونات ومحطات يعني. وبعدين عرضت عليا شركه ان انا اغني تركي وعربي يعني. تمام. زي فرانكو عرب، تركي عرب. وبالفعل عملت عملت اغنيتين هناك، وعملوا بالرغم ان كان منافس يعني المطرب بتاعهم الاصلي تركان اللي انا وزعت له الاغنيتين، غنيتهم بالعربي والتركي. بس بالرغم ان قوته هو كمطرب يعني ونجم ستار، الا ان انا كان ليا برضو شعبيه، لان انا بغني عربي وتركي، فانا مختلف يعني من دوله اجنبيه بالنسبه لهم. تمام. زي احنا عندنا لما بيجي مطرب اجنبي بيبقى يعني شويه يعني ويغني عربي مكسر، فبيبقى فانت كنت بتغني تركي مكسر. فانا كنت بغني تركي وعربي طبعا. إيه الموضوع هنا بقى؟ بغني تركي ما حدش فاهم يعني ممكن تكون يعني بتقول طبعا ولا ممنوع. هنعديها طبعا لا يعني. بس طبعا انت بتتكلم تركي كويس. الحمد لله. ايفيتا خلاص. فندم، ايفيتا فندم. لا فندم. ادبسيس Adapsiz efendim. ادبسيس. İyi akşamlar. Şimdi program var. Şimdi program var. كي علي لا ده كي إيه؟ علي Ke Ali da namaste da hindi. Ke Ali قلبت على sangam يعني يلا. ده موضوع تاني. طب ايه حكايه الاقتباس المتبادل؟ هنسميه اقتباس عشان ناس مؤدبين يعني. الاقتباس المتبادل ما بين مصر وتركيا في الموسيقى. انا على فكره ولبنان يعني هم الثلاثه. هقول لحضرتك على حاجه. انا ضد كلمه سرقه والكلام دوت يعني. احنا بره في اوروبا والدول المتقدمه. أيوة. في اوروبا والدول المتقدمه بيعمل مثلا فرانك سيناترا بيجي يغني اغنيه زي ماي واي، بيغنيها توم جونز، بتغنيها شارلي باسي، بيغنيها مطرب زي بيتا الكسندر في المانيا بيغنيها برضو بالالماني. فاذا ده في حاجه اسمها حقوق الاداء العلني، فمش عيب ان انا اغني اغنيه اجنبي وانقلها بشكل جديد، ولكن هو انا بعيب على جزئيه بقى. العيب ان انا انسبها ليا، لا العيب ان انا انسبها ليا. صح. ده هنا الخطأ. انما هم بياخدوا من تراثنا، وانا عندي بقى لستة اقدر اقولها يعني بياخدوا من عندنا حاجات كتير جدا بيعملوها في تركيا. يعني انا اعرف مطرب اسمه اتيلا تاش واخد اغنيه زنوبه مغنيها، زنوبه بتاعت فريد الأطرش. أيوة. اعرف ناس كتير واخدين اغاني لعبد الحليم حافظ، اعرف ناس واخده من عمرو دياب، بس بيقولوا ونعرف ناس من هنا كتير واخده برضو من هناك. ايوه بس بيقولوا بيقولوا طبعاً. هناك في تركيا هم بيكتبوا طبعا بيكتبوا. دي حقيقه. طب معانا ابرار على التليفون. الو اهلا وسهلا. الو 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 ايوه يا ابرار. مساء الخير، مساء النور. ازيك يا مراد؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب؟ بالصحة مبروك والسلامة. على الخطوبه. ميرسي يا ستي، تسلمي لي. ليفين، أبرار. يوم السبت اللي قبل اللي فات كنت لابسه خاتم وانسيال كانوا فظاع. بغيظك يا انجي تقول لي طول النهار عامله صباعك كده من الخاتم. كانوا حلوين كانوا حلوين قوي. والله. دول كمان ب 3 جنيه. ما اعرفش مش فاهم. لا الخاتم راح فين؟ لا الخاتم اتقلبت. او سلفاهم. معانا سامي. لا كانت سالفه جاكيته مش طالعه بيها المره دي. معانا الفنان سامي منصور. اتفضلي توجهي له اسئلتك. ايوه ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك يا فندم. بالنسبه للموسيقى التصويريه، ايوه. احنا بنشوف في امريكا بيجيبوا اوركسترا كامل. مش سامع. في امريكا في امريكا بيجيبوا اوركسترا كامل ويقعدوا ويفكروا ويشتغلوا. احنا بشوف في افلام ان احنا بتبقى حاجات واخدينها منهم. فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ لا احنا حضرتك بتتكلمي على انهي حقبه؟ يعني بتتكلمي على القديم مش كده ولا بتتكلمي على الجديد؟ لا بالنسبه يعني في افلام انا بلاحظ ان احنا في حاجات متاخده من افلام امريكيه. لا هو في حاجات بتبقى بعض الحاجات المأخوذة عن حاجات عالمية، يعني البيتهوفن دي حاجات بتتاخد، وعندهم على فكرة في نفس الموضوع ده. طب ابرار احنا كمل بقى. كنت عايز اقول ان احنا عندنا هنا في مصر، ودي حقيقة على فكرة مش مجاملة، يعني عندنا ناس فنانين وموسيقيين بيشهد لهم بره. يعني في تركيا على سبيل، عشان في ناس مش فاهمه الموضوع بيقول لك تركيا وتركيا. احنا عندنا هنا عازفين ومؤلفين موسيقيين ما فيش زيهم في اي دوله. الشريعي، ياسر عبد الرحمن، عمار الشريعي، علي اسماعيل الله يرحمه. في ناس كتير ملحنين زي محمد الموجي، موسيقار محمد الموجي، بليغ حمدي. الموجودين الفنان العظيم موسيقار محمد سلطان.
حلمي بكر، عندنا ناس على مستوى عالي جدا جدا. تمام. معلش اسف وجيل كنت الشباب نسيت بعض كمان اللي طالع، جيل والشباب في شباب يعني ومحمود طلعت من الناس اللي بيعملوا موسيقات تصويريه هايله قوي. ففي عندنا الامكانيات وعندنا الكمانجات وعندنا التوزيعات والبارتاتوره وعندنا حاجات بتتعمل على مستوى بارتاتوره سعادتك. ايه البارتاتوره؟ البارتاتوره دي يعني طبعا غير الفته طبعا هي البارتاتوره عباره لما بتعمل كونشيرتو او بيبقى فيه يعني فرقه كبيره جدا ضخمه تشيلوهات وكمانجات وحاجات زي كده، فبتبقى مقسمه الى اكثر من قسم بالنسبه للنوته، فبيتقال عليها بارتاتوره. يعني هنا تشيلو هيقول كذا، كمانجات هتقول كذا. فيعني احنا عندنا حقيقي فعلا موسيقيين على مستوى. وانا في تركيا بعض المطربين الاتراك، انا بقول الكلام ده للمطربين اللي بيسافروا يقولوا عايزين نسجل في تركيا، مطربين اتراك بيطلبوا مني ان انا يعني كحلقه وصل ان انا اعرفهم بموسيقيين امثال مثلا سعد محمد حسن، الدكتور رضا رجب، موسيقيين عشان يوزعوا لهم اغاني. تمام. فاحنا عندنا ناس على مستوى يعني، بس احنا بننبهر بحاجات معينه. طب احنا عايزين ننبهر باغنيه تانية من اغانيك. تحب تسمع عشان ايه؟ بنرغي بقالنا فتره، هتسمعنا ايه؟ الله الخاتم بتاع نيفين اهو. الله هات الخاتم. ممكن البسه بقى شويه؟ اديها الخاتم شويه، اديها شويه صغيرين هنا وارجعهم. خد الشنطه اللي انت عايزها. حطوا لي هنا في ادي ايدي طنط بقى. ليفين الخاتم دي طنط ليفين الخاتم وبعدين نرجع نقول انا كان معايا فين؟ ها في الشنطه دي. خد. في الشنطه دي قصدي. طيب يلا ماشي، خدها بس هات الخاتم. يلا يلا يخليك. طيب هتسمعنا ايه؟ اسمعك حاجه تحب عربي ولا انجليش؟ في عندي حاجه أجنبي. اجنبي. طيب في حاجه اسمها جاست تراي، دي كلمات مصطفى جمعه وهي لاتن وكده، وهنستعين بالجماعه الجمال دول معانا عشان هي لاتن بقى وافريكان ايه رايك؟ يعني هنعمل حاجه كده. يا ليلي يا ليلي يا عيني. وانت قبليه يا خالد يا حبيبي. In the dark, there must be a light. If you lose, it's time to begin. All this life was not more than a dream. Try again, try and you should win. When you take life just as it is, you will feel it's more than enough. And the nights are not very long, and the days are not very tough. Just try. Who can decide? You're the one who can begin. Try again, try and find a chance. Falling down, I've never been ashamed. In the dark, there must be a light. If you lose, it's time to begin. All this life was not more than a dream. Try again, try and you should win. When you take love just as it is, you will feel it's more than enough. And the nights are not very long, and the days are not very tough. Just try. You're the one who can decide. You're the one who
who can begin. Try again, try and find a chance. Falling down, I've never been ashamed. You're the one who can decide. You're the one who can begin. Try again, try and find a chance. Falling down, I've never been ashamed. El amigo mono, el rey muchacho, y el pito babi, y la broma, el ría yo. هايل. حلو. عايز استاذن بس المربيات اللي معانا يدخلوا ياخدوا الاطفال يا جماعه عشان نعرف نخلص طب انا هاجي، انا هوديك. يا حبايبي تعالوا تيجي تقعدوا جنبي. تعالوا روحوا اقعدوا هناك، تعالوا يلا معايا، تعالوا اقعدوا هناك يلا. عايزين يلا كله يروح هناك. يلا يلا كله يروح هناك. يلا هات ايدك، تعال. يلا كله يروح مع تعالوا معايا، خالته نفين يا ابني روح ارجع لك ام يعني. اسماعيل مش كده؟ روح مع خالتي ام اسماعيل. يلا روح مع خالتي ام يلا اسماعيل. يلا تعالوا يلا تعالوا بسرعة. هنا، تعالوا عندي، تعالوا يلا الكاميرا هتروح تصور عندكم هناك. يلا عندي. حلو، ده اصله جو عيد يعني، فاحنا طيب مش فتحت موضوع مهم قوي، وهو امتى نقول اقتباس وامتى نقول سرقه. كويس. هل مجرد ان انا اقول ان الاغنيه دي اصلا كانت بتاعت فلان، الاغنيه بعد البرنامج هوري لك الشنطه بتاعتي، ان مجرد ان انا اخد اغنيه حد واقول ان دي بتاعت اصلا فلان، ابقى انا كده خلاص براءه؟ طب فين كرياتيفيتي؟ فين ان انا المجهود ان انت تالف حاجه من زيرو؟ لا هو يعني اصل انت بتتكلم في حته فين دلوقتي يا مراد؟ انت بتتكلم، اتفضل سوري يا اتفضل يا فندم، فندم، اتفضل. اسهل ما يمكن ان انا اخد اغنيه اوريدي موجوده واغير بس شويه توزيع فيها كويس. واغير الكلمات كويس. واقول انا مقتبس اغنيه فلان، انا مقتبس. كويس بس هي في الحقيقه يعني ما فيش مجهود، يعني فاهم؟ كويس. ما هو دلوقتي الكل بقى يستسهل، عشان نكون واقعيين يعني. انت بتحب الصراحه طبعا. ما احنا عايزين صراحة. الكل بيستسهل دلوقتي. في على الكمبيوتر في حاجه اسمها نظام اللوبس، فاحنا بناخد اللوبس، واخد بالك، وبيستسهل ليه؟ عشان التكلفه. طب عايزين عايزين بس يعني نتكلم. ايه لوب؟ هي دايره مغلقه بيبقى فيها مثلا رتم معين او مزوره معينه من الموسيقى بتعمل لها اللوبينج، بتتقفل جوه دايره مغلقه، فبالتالي تقعد تعيد نفسها، المزوره تخلص ترجع من الاول تاني، تخلص ترجع من الاول تاني، ده اسمه اللوبينج. وبيبقى معاها بتبقى درامز، بتبقى بيز، وبتبقى كورد، فبيتجمع اكتر من لوبس وبيتلحموا مع بعض عن طريق برنامج معين في الكمبيوتر، وبعدين بعد كده بتبتدي يركب. هنيجي نقول انه احنا النهارده تكلفه الاغنيه بقت في تكلفه يعني بقت عاليه شويه، لانه عشان تيجي تعمل اغنيه فيها كمانجات وفيها تشيلو وفيها ايقاعات وفيها بتتكلف كتير. فالسيكونسر او الكمبيوتر السيكونسر دي مبدئيا يعني انا بقول لك على ليه انت بتسالني، بتقول ليه الناس بتتجه لده. ده جزء من الناس بيحاول يوفر في تكلفه ما يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت بتقول لي برضو هل هو صح ولا مش صح؟ هو لا يصح الا صحيح. طبعا الابداع ان انا الحن بالظبط، وان انا اوزع، ده نمره واحد، ده هو الصح. ان انا اخد اغنيه طبعا ان انا اخد اغنيه واعدل فيها لو واحده، لو انا بعمل البوم وهاخد واحده مفيش مشكله، لكن ما اخليش كل الالبوم الاغاني، او ما يبقاش واحده في كل البوم، او ما يبقاش يعني واحده هي في كل تجربه مره اوكي، ما يبقاش كل البوم. تمام. انا واخد اغنيه مره من تركيا ومره من اليونان ومره من كوالالمبور، تمام، ومغير فيها واقول دي حتى لو قلت لا هي الكارثه في انه ما بيتقالش انها بتاعتي، انها بتاعت فلان، بيتقال